السلام عليكم، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله معانا النهارده وصفه جميله جدا لاعاده تدوير الصابون وزياده حجمه. هنعمل صابون بالنشا وزيت الجريسلين وعسل نحل، وان شاء الله تبقى تركيبه جميله جدا، هتبقى مريحه جدا وهتعمل لكم نضاره في البشره وهتدينا زياده جميله جدا. معانا هنا صابونتين، ومعانا صابونة دوش صغيرة أي نوع انتوا تحبوه. معانا معلقتين نشا، ومعانا 3 معالق سكر، ومعانا معلقة عسل نحل كبيرة أو معلقتين، ومعانا نص إزازة زيت جريسلين، ومعانا كوباية مية دافية وربع كوباية شاور جل، ماشي، اللي هو بتاع الحموم أو أكياس شامبوم اللي بتتباع بره أو أي كيس جاهز من بره، ماشي. مش متواجد خلاص، احنا بشرنا الصابون كده زي ما انتم شايفين. هما يعتبر صابونتين ونص، لان صابونتين كبار وواحدة صغيرة، وبرضو الكبيرة مش قد كده، يعني مش كبيرة قوي. هننزل بالسكر وننزل بكوباية المية، كوباية مية واحدة بس مؤقت كده لحد ما نشوف هنحتاج ايه، وهنقلبها كويس كده في الصابون زي ما حضراتكم شايفين. والله يا جماعة صابون طلع رائع رائع رائع. اي نوع صابون انتوا تفضلوه، ماشي. هنحطه كده على النار زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي بقى ايه على نار هادية خالص ندوب فيه عشان يفك معانا الصابون. طبعا لو حسينا ان هو محتاج مية هنزود حبة بحبة، حبة صغيرين جدا، ماشي. طبعا عسل النحل ده كان عندنا اخر حاجة في البرطمان كده، فحبينا نستغلهم ان احنا ندخله في اعادة تدوير صابون ونزود الكمية ونعمل حاجة مفيدة للبشرة برضو وللشعر برضو، بيبقى تحفة يا جماعة. احنا نزلنا كمان بنص كوباية مية، لقينا كده ان الصابون لسه تقيل، يبقى كده اجمالي كوباية ونص مية للصابونتين ونص اللي كانوا معانا، او ممكن تعملوا صابونتين بس مش لازم صابونتين ونص، لان الصابونة دوش الصغيرة دي بتعمل تصلب شوية للصابون، ماشي يا حبايبي. احنا كده بندوب في الصابون اهو، لسه محطناش الا السكر بس، معلقتين سكر كبار عشان السكر بيعزز رغوة الصابون، ماشي. وبنتانينا نقلب في الصابون كده لحد ما يبتدي كله يدوب معانا. تقدروا تجيبوا صابونتين يبقى ايه حلو جدا كفاية، ماشي. احنا كده سايبينه على نار هادية خالص يدوب معانا. ما ينفعش نخلي النار عالية عشان الصابون ما يلزقش معانا في الحلة ويتحرق وتبقى مشكلة، الوصفة كلها ممكن تبوظ مننا. كده كان خلاص داب معانا الصابون زي ما انتم شايفين كده. بننزل بقى بقية المكونات كلها، بقية العسل النحل اللي عندنا ده. عسل النحل مفيد جدا يا جماعة للبشرة، يعني بجد بجد حكاية حكاية في التنعيم وفي التفتيح، لان انا جربته في وصفات كتير في منتهى الجمال. يعني دول كان اخر حبة عندي في البرطمان، حبيت استغلهم ان انا عملت صابون، وقلنا ايه ننزل شوية العسل معاهم في حدود معلقتين عسل كبار. وكان عندنا نص ازازة جريسلين، كنت خدت النص الازازة دي في صابون قبل كده وشيلت النص، يعني الازازة دي في حدود 20 جنيه، ماشي. وحطينا يجي 3 معالق نشا كبار هرميين، ونص ازازة الجريسلين، ومعلقتين العسل النحل والنشا. وهننزل بايه بربع كوباية شاور جل عشان برضو ايه تساعد على الرغوة. مفيش شاور جل عندكم في اكياس بتبقى بره بتتباع ب2 جنيه الكيس، ممكن تجيبوا كيس وتنزلوه برضو هيساعد على الرغوة ويعزز ريحة الصابون، ماشي يا جماعة. هنقلب بقى حلو كده لحد ما نضيع منه كل الفقاعات اللي موجودة فيه. احنا بقى عاملين صابونة حكاية. المرة دي هنصبه في القوالب القديمة بتاعتنا، اللي هي بتاعت اللي احنا كنا جايبينها من بتوع البلاستيكات، اللي هم بتوع الفوم، الحاجات اللي هي الفوم دي، عشان انا كنت عاوزة الصابونة كبيرة شوية، محتاجاها كبيرة. طبعا اللي طلعولي 4 صابونات كبيرة جدا ما شاء الله، حجم جميل قوي، يعني الصابونة ممكن تتقسم ل2. بصوا انا بقلب فيه ازاي، وبصوا سمكه عامل ازاي، لازم سمك الصابون يبقى بالسمك ده، وما يبقاش فيه رغاوي يا جماعة، ما نصبوش وفيه رغاوي، عشان لو صبيناه فيه رغاوي هيطلع معاكوا خفيف جدا،
نفضل نقلب فيه كده وهو بره، بعد ما يفك مننا على البوتاجاز نقلب فيه لحد ما نحس ان الرغاوي هديت خالص. بس برضو ما نسيبوش لما يتكتل، ماشي، لان هو برضو بيجمد بسرعة. احنا كده حطينا كوباية ونص مية على الصابونتين ونص، لان انا يعني بعتبر صابونة دوش دي نص صابونة، ماشي، لانها صغيرة. وبعدين صبيته قدامكم اهو، ما شاء الله بلونه الطبيعي الوردي الجميل، وريحته كانت رهيبة جدا. ده صابون اسمه صابون جوي، ريحته رائعة يا جماعة. ما شاء الله، شايفين الصابونة حجمها قد ايه؟ عاوزين بقى تصغروها تعملوها في قوالب او تحطوها في صندوق او في صينية او فيها بلاستيك وتقطعوها مكعبات صغيرة براحتكم اللي يريحكم. انا كنت محتاجة ان انا اطلعها قالب كبير كده، ما كنتش عاوزاها صغيرة، عشان ايه تقعد معايا فترة اطول. والنشا طبعا بيعمل على تفتيح البشرة، وبيعمل برضو على تصلب الصابونة يا جماعة، ماشي. فكل اللي احنا حطيناه فوائد جميلة جدا للصابون، وكل ده بيبقى جميل، بتنعم الشعر بقى، ما اقولكوش على تنعيم الشعر وجماله. بصوا بقى اللهم بارك، كانت تصلب معانا بسرعة ازاي. ده دليل على نجاح الصابون بتاعنا. انا بوريكم اهو ان هو ما شاء الله، يعني انا كنت صبيت الاربع صابونات والباقي كان اتصلب معانا اللي في ارضية الصابونة اللي في ارضية الحلة اهو. الوصفات دي يا جماعة بتبقى جميلة، واحنا اللي بنحط اللي احنا عاوزينه، وبنطلع اجمل صابون. ما تلاقوش بره، يعني ما تلاقوش صابونة بره متكلفة بالزيوت والجمال والحاجات الحلوة اللي احنا بنحطها دي صراحة. فاحنا نجيب ونعمل كده زي ما احنا بنعمل كده، بيدوكوا صابونة روعة جدا للبشرة وللشعر، ومتحتاجوش بقى لا تشتروا شامبوهات ولا اي حاجة. كده كنا خلصنا الصابون معانا، وده كان تاني يوم ما نشف. بصوا الصابونة ما شاء الله حجمها حلو ازاي. طبعا حطالكوا بقى شوية ورد كده للزينة، مجفف. ويا رب يكون وصفة الصابون بالجريسلين والنشا وعسل النحل عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اشتراك وشير ولايك للقناة. وكانوا مطلعين لنا الاربع كميات الصابون الجميل ده. ممكن تقسموا الصابونة 2 لان هي ما شاء الله كبيرة. بصوا حجمها حلو ازاي. ويا رب الوصفات تكون بتفيدكم. وما تنسونيش في اشتراك في القناة وشير وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.